بسم الله. النهارده هعمل لكم كرات بطاطس المقرمشه، كور البطاطس المقرمشه. وهي اكله بسيطه جدا جدا جدا، وبتنفع في الفطار، في الغدا، في العشاء، بتنفع في العزايم، بتغنينا عن حاجات كتيره، بتغنينا حتى عن السمبوسه. ومكوناتها بسيطه ومغذيه جدا. وطبعا شكلها النهائي اهي، كور زي ما احنا شايفين كده كريسبي. بصوا شكلها عامل ازاي، يعني الكرة بتاعتها كريسبي كده ومدورة وجميلة وحلوة جدا جدا. ولما بنفتحها من جوه بصوا الجبنة فيها عاملة ازاي مع الحاجات اللي محشية. جميلة قوي وطعمها جميل. والحشو بتاعها اللي احنا عايزينه مش مشكلة، اي نوع حشو ممكن احطه. احط جبنة، احط لحمة مفرومة، احط اي نوع من الجبن اللي انا بحبه. في النهاية بتبقى طعمها جميل جدا جدا. ويلا بينا نشوف هنعمل ايه ومكوناتها ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. معاكم بوسي. والنهارده هعمل لكم كرات البطاطس المقرمشه. اكله جميله وسهله، وتمشي في العزايم، وتمشي في السندوتشات، وتمشي مع اي حاجه. هنشوف المقادير اللي عندي طبعا البطاطس ديت متقشره ومسلوقه، او بتعمليها، بتسلقيها بالقشر بتاعها وبعدين بتقشريها. عندي اساسي هنا نشا، وعندي ملح وفلفل وتوم باودر، وعندي صفار بيضه واحده، صفار البيضه بس. الحاجات دي الاساسيات اللي انا هعجن بيها البطاطس بتاعتي. عندي بقى بيض، والزبده كمان هتتحط مع البطاطس. عندي بيض، وعندي شويه لبن هخفف بيهم البيض. الحاجات دي بقى علشان بعد كده لما هبدا الحشو بتاعي. الحشو بتاعي هنا اختياري مش اجباري. يعني انا عندي جبنه موتزاريلا، وعندي هنا الجبنه ديت جبنه، اي نوع جبنه، جبنه بيضه، جبنه شيدر، اي نوع جبنه. وانا عاملاها كور صغيره بالمنظر ده عشان تساعدني في الحشو. وجبنه الموتزاريلا اهيت ممكن برضو تكوريها زي ما تحبي. وعندي هنا كان بواقي لحمه مفرومه برضو هحشي بيها. وعندي طبعا البقسماط والبيض دوت الكفر العادي اللي انا بعمل فيه اي بانيه. نبدا بقى. اول حاجه نبداها دلوقتي، هجيب البطاطس بتاعتي وادهسها عادي خالص. ادي البطاطس، هبدا ادهسها باي حاجه. بالدهاسه بايديكي باي حاجه. المهم هي مش طبعا زي ما احنا شايفين بطاطس، انا مش مخليها طريه قوي، يعني مش مخليها ميه علشان ما تطرش معايا. هدهسها بقى كلها بالمنظر ده. وممكن تساعدي باي حاجه عندك. عايزه حبه تقطعيها حتت صغيره حتت صغيره وبعدين تدهسيها، حبه تعمليها كده. المهم ان انا هدهسها كلها خالص زي ما احنا شايفين كده اهي. دهستها كويس قوي. مش عايزه اكتر من كده عشان ابدا اضيف المقادير بتاعتي اللي بعد كده. طبعا المقادير اللي بعد كده بسيطه خالص. صفار بيضه علشان في الاخر لو انا محتاجه هقويها شويه بالنشا علشان ما تبقاش معايا ناعمه. ادي صفار البيضه اللي عندي. وطبعا البيض ما رميتوش، انا هعمل بيه الكفر الخارجي بتاعه. وابدا اعملها بايديا بالشكل ده. خلينا كلها مع بعض. اعملها كلها مع بعض كده عشان الصفار يبقى في البطاطس كلها. تمام. وهبدا اضيف معايا الملح بتاعي. طبعا الملح اهو يعني كفايه قوي كده، تقريبا معلقه. وهضيف معايا الثوم البودر اللي عندي اهو، دي بيديها طعم حلو قوي على فكره. وهضيف معايا شويه الفلفل. وعلى فكره يا جماعه اللي حابب شويه شطه يحط، بس هي يعني مش محتاجه شطه اصلا. وهعمل كل ده مع بعض كده. كله مع بعضه. ولسه ما ضفتش الزبده. كده تمام. طبعا الزبده هتحليها قوي. احنا عايزينها تبقى من جوه طعمها جميل، يعني مش عايزاها من جوه تبقى ناشفه. هي انا عايزاها مقرمشه من بره بس من جوه مش عايزاها ناشفه. وادي الزبده بتاعتي هي مسقه اهي. انا عامله كورتين، ودايما بقول لكم الزبده اعملوها كور كده تبقى سهله معاكم لما تيجوا تطلعوها من الفريزر. لان الزبده ما تتسابش بره الفريزر، ما تتسابش في التلاجة بس،
لو سبتي الزبده بتاعتك في التلاجة هتمرر معاكي، فاعمليها كور. لو جايبه كميه بتخزنيها او ان شاء الله كيلو واحد اعمليه كور وسيبيه في التلاجة في الديب فريزر بتاعك كده. تمام اهو كله مع بعض كده اتعمل كويس قوي. طبعا انا شايفه ان العجينه كده طريه معايا، هبدا اللي انا هلمها شويه بايه، بالنشا كده. تمام اهي هبدا الم بقى بالنشا. طبعا النشا تبع البطاطس بتاعتي، هحط شويه شويه كده واشوف لو احتجت تاني برضو هحط. طبعا عامل معايا معلش. ثواني امسح كده واظبط اهو، حطيت بس حواليا. طبعا طول ما احنا بنعمل اي حاجه نلمها اول باول. طبعا شايفاها لسه طريه. النشا انا مش هقول كميه معينه، انا هقول النشا لغايه لما البطاطس احس انها مسكت معايا. هي كده لسه برضو انا حاسه مش ماسكه، احط لها معلقتين كمان نشا. عشان كده النشا انا مش بقول مقدار معين، تمام؟ يعني مش بنقول مقدار معين. نعمل بقى بالراحه عشان ايه ما يطلعش بره. برضه هلم العجينه بتاعتي كده او البطاطس بتاعتي بحيث ان انا عايزه تبقى اعرف اكورها بعد كده، يعني لما الفها ما تلزقش في ايديا او ما تبقاش مضايقاني في ايديا. عشان كمان لما اجي احشيها تبقى سهله. عامله كاني بعجن عجينه بالظبط، يعني هفضل اعمل فيها كده لغايه لما احس انها بقت سهله وكده. تمام انا شايفه انها اتلمت اهي وبقت كويسه. هنشوف بقى الخطوه اللي بعد كده. هبدا ان انا عمليه الحشو بتاعتي. الحشو بتاعي الاول انا ممكن اجيب عندي حاجه تساعدني عشان كلها تبقى مقاس واحد. يعني انا ممكن اجيب مثلا زي بتاعه الايس كريم ديت لو انا عايزه كلها مقاس واحد. تمام واعملها بالشكل ده واكورها كده علشان كلها عندي تبقى مقاس واحد. وهبدا الحشو بتاعي. هنشوف الحشو هنحشي ازاي. انا هبص كده انا عندي بقى كام حشوه. يعني انا عندي دلوقتي دول شويه لحمه مفرومه باقيين عندي وعليهم فلفل الوان وكرات وعليهم زيتون مخلي وحاجات من دي. وعندي هنا جبنه موتزاريلا وعندي هنا جبنه شيدر. انا عاملاها قوريات بالشكل ده اللي انا عايزاه بقى. يعني انا اللي انا عايزاه احشي بيه. ممكن احط حته جبنه من دي كده معاها شويه جبنه موتزاريلا بالشكل ده. معاها مثلا زيتونه. تمام وهقفل الكلام ده كويس مع بعض كده وهبدا اعمل القواريه بتاعتي بالشكل ده كده والفها كويس قوي قوي قوي. ادي القواريه بتاعتي. عايزه اعمل اصغر من كده اعمل، عايزه اعمل اكبر من كده اعمل زي ما احب. ممكن بقى من غير المكنه. اللي ما عندوش مكنه الايس كريم ديت اهي دي بتنطر الحاجه سهله. اعمل انا سهله ما فيهاش حاجه. طبعا انت مش هتبقي لابسه جوانتي هيبقى اسهل مني اهو. وببدا ان انا انغز او افتح ساعد انا ايدي بالنشا بالشكل ده. ممكن احط لحمه مفرومه اهو كده واقفل واحط الكرة بتاعتي واعمل برضو واحده غير نفس الحكايه. نفس بص انا بعمل لكم احجام مختلفه يعني اهي نفس الحكايه وانغزها واحط اي حاجه انا عايزاها. ممكن حته جبنه بس كده مع زيتون ده بيبقى حلو قوي مع بعض. واللي عايز فلفل حامي يحط فلفل حامي. وبرضو هلفها مع بعض كده. وكل الحكايه اللي انا هدورها تاني بالشكل ده. خلاص كده خلصت. وهنعمل غيره برضو وهكمل الكميه وارجع لكم. وكده انا عملت الكميه اللي انا عايزاها وهبدا دلوقتي هشوف الكفر بتاعي هعمله ازاي. هجيب البيض بتاعي. على فكره ديت بيضه وكان معاها بياض البيضه الاولانيه اللي انا طلعتها. هربها كويس قوي قوي كده. وطبعا اتفقنا لما بيجي اي بيض او اي حاجه نحط فيها شويه ملح صغننين كده وشويه فلفل عشان يدوا طعم للكفر للخارج. والبيض اتعودي ان احنا لما نيجي نفكه ونحط معاه شويه لبن بالمنظر ده علشان يبقى سهل معايا اهو. واقلب كويس قوي قوي. وكده الحاجه بتاعتي تقريبا جاهزه. هنشوف هنعمل ايه بقى. اولا انا عندي هنا الدقيق برضو ما ننساش شويه ملح شويه فلفل على الدقيق. وعندي هنا البقسماط بتاعي احط عليه شويه ملح برضو وشويه فلفل صغيرين كده.
وحاطه معاه معلقه نشا، يعني البقسماط دوت عليه معلقه نشا اهو. يعني لو تاخدوا بالكم في معلقه نشا جوه اهي في البقسماط، علشان دوت بيساعد ان الحاجه تبقى من بره مقرمشه وناشفه. وادي الدقيق بتاعي. يبقى انا عندي الدقيق، يبقى انا المطلوب دلوقتي الدقيق والبيض وعليه شويه لبن والبقسماط بتاعي. وانا مجهزه كده الحاجه. اول حاجه اعملها هاخد الكره بتاعتي هحطها في الدقيق، هديها من بره كده دقيق. وبعدين احطها في البيض باللبن بتاعي بالشكل ده، وبعدين هحطها في البقسماط. ودي الحاجه اللي انا العاديه اللي انا بعملها باستمرار، يعني مش حاجه جديده يعني. بلف عليها كويس بحيث ان كلها تشرب من البقسماط بتاعي اهو. ده الكفر بتاعي. بحط عندي تاني كده خلاص، واحطها بالشكل ده واعمل زيها تاني. هاخد بتاعتي اهيت واقوم جايه اول حاجه احطها الاول، تاخد كفر خارجي كده في الدقيق، وبعدين احطها في البيض باللبن بتاعي بالشكل ده، وبعدين احطها في البقسماط بتاعي اللي هو الكريسبي اللي انا عاملاه. واللي عايزه مشطشطه شويه يحط، واللي عايزه يعني زي ما انت تحبي تعملي اهي بالشكل ده. تاني احطها في الدقيق واعمل بقى بقيه الكميه نفس الحكايه زي ما احنا شايفين كده. انا قربت اخلص اهو تمام، مش ناقصه الا واحده اهي. برضو بفكركم تاني، باخد الكفر في الدقيق وده عشان ما يفكش مني في الزيت، وبعدين في البيض باللبن اللي انا حاطاه وحط عليه ملح وفلفل ومظبطاه، وبعدين اخر واحده هي في البقسماط بتاعي، واعمل لها كفر كويس قوي كده في البقسماط اهو. وده بيديها طعم جميل قوي قوي وكده. يبقى انا خلصت الكميه بتاعتي. اخر خطوه اعملها انا احطه دلوقتي في الفريزر لمده ساعه، تمام. وبعد كده نشوف هنعمل فيه ايه. كده بقى احنا طلعناها من التلاجة اهي. الكور مسكت نفسها، انا عايزاها ماسكه نفسها بالمنظر ده عشان ما تفكش مني في الزيت. ودلوقتي هنولع الزيت غزير ونشوف هنعمل ايه. يلا بينا. وكده ولعنا على الزيت، هنسيبه بس يسخن شويه وبعدين نحط البطاطس وهو سخن. وكده بدأنا نسمع صوت الزيت. نجيب بقى البطاطس ونبدأ نحمر. نحط البطاطس ونعمل الزيت لما يبقى سخن ويخلي القبر بتاع البطاطس متغطش. طبعا مش هياخد كتير، يعني يا دوبك وش بس، لان هو البطاطس مستويه وحتى اللحمه المفرومه اللي انا حطاها جوه مستويه، واللي فيها جبنه طبعا مش محتاجه حاجه. تاخد بس لون كده وخلاص، يعني مش محتاجين كتير. زي ما احنا شايفين انا عايزه اللون الاصفر الجميل ده، مش عايزه طبعا لونها هيبقى غامق، لان هي اصلا زي ما احنا قلنا هي مستويه، يعني هي تاخد بس الشكل اللون الجميل ده وخلاص. يعني بصوا ان هي عايزاها كريسبي بالشكل ده. طبعا دي ممكن اقدم معاها بقى اي صوص، ممكن اقدم معاها كاتشب، اقدم معاها مايونيز، اقدم معاها صوص الباربيكيو، اي حاجه احنا بنحبها. يعني انا بحبها بالمايونيز قوي، في حد بيحبها بالكاتشب، في حد بيحبها بالباربيكيو، كل واحد حر، بس نقدم معاها اي صوص بتبقى حلوه قوي جنب الاكل. وكده تمام قوي. انا ممكن اطلعها بقى حلوه قوي كده. حتى صوتها وانا بحط في الطبق بيغرش، يعني صوتها في الطبق باين ان هي كريسبي. الصوت فعلا مقرمشه والله، باينه وانا بحطها في الطبق تعمل صوت. وده اللي انا عايزاه. طلع بقى خلاص بقى تصفر ثواني. طبعا لونها حلو جدا زي ما احنا شايفين، اللون الجميل ده اللي انا عايزاه، لون الكريسبي جميل. طبعا طعمها تحفه، لان هي كلها فيها حاجات حلوه قوي، الجبن او اللحمه المفرومه او اي حاجه عندي بحبها ممكن احشي بيها. هنحط بقى مره كمان عشان انا ما بحاولش الزق كله،
وبرده الزيت سخن، لازم الزيت يبقى سخن عشان الكفر بتاعي ما يفكش. اللي دايما يقولوا الكفر بتاعي بيفك بسبب ان الزيت بيبقى بارد. طبعا الكميه اللي عندي تقريبا كيلو بطاطس او اقل كمان. طبعا دي لو عزومه عندنا هتبقى حلوه قوي قوي الكميه ديت. وعلى فكره اول ما بحط البطاطس محدش يقعد بقى يقلب على طول، نسيبها لما تمسك كده الكفر فيها وتمسك من تحت، وبعدين ابدا اقلبها، ما نستعجلش عشان ما تتهريش معايا اصلا. يعني بدا ان انا اهو ممكن اقلب بقى. اشوف تحت عامل ايه بالشكل ده. بس طبعا اللون بيبقى تحفه وطالعه كريسبي فعلا، طالعه مقرمشه. طبعا بتبان حتى وانا بحطها في الطبق، حتى وانا بقلبها كده برضو باينه. برضو زي ما قلنا مبفضلش اقلبها كل شويه. تمام كده هي ثواني وهطلع بالتالي ما خدتش حاجه خالص، يعني سهله قوي 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 كده. دقيقه ولا دقيقتين وهطفي عليها وكده ابدا اطلع اللي خلص اهو. حاسه ان بصوا والله لو يعني ركزتوا هتسمعوا صوت الغروشه بتاعته كريسبي كده. طلع اول ما بلاقي انه اصفر هو كله مستوي، يعني انا بس بحط من بره بس كده خلاص اهو. طبعا سخن جدا بيبقى طعمه حلو قوي قوي وهو سخن. وحتى على فكره لما بيبرد برضه طعمه بيبقى جميل. طول ما احنا محققين الحاجه وحاطين لها حاجاتها بيبقى طعم الحاجه حلو قوي. وطبعا البطاطس او نوع من الانواع، يعني مش لازم كله نفس الشكل ولا نفس الحاجه اللي احنا قلنا عليها، حاجه بسيطه بتغير طعم الاكل. ممكن نقدمها في الفطار، ممكن نقدمها على سفره لو عندنا عزومه. طبعا حلو قوي. هنطلعها بقى كده تمام. وبرده حاول نحطهاش على بعض عشان ما تطريش بعض، تفضل كريسبي. دايما لما بنعمل كده ما نحطش الحاجه فوق بعض عشان تبقى سخنه فيطروا بعض. كده تمام. ثواني لقيتي لسه سنه وناقص اخر واحده وكده انا عملت الكميه بتاعتي. وهطلعها ونشوف هنعمل ايه التقديم بتاعها هيبقى شكله ايه. نطفي وكده البطاطس بتاعتي اهي مديها اي حاجه خضراء. طبعا شكلها جميل قوي قوي ومش متكلفه خالص. ولو احنا بقى طبعا هي سخنه قوي، لو احنا فتحناها بصوا عامله ازاي. دي اللي باللحم المفروم، بص تحفه من جوه. بص شكلها جميل ومليانه وحلوه قوي وطعمها كمان جميل. واللي بالجبنه طبعا هنلاقيها سايحه وحلوه قوي. لو شفنا اللي بالجبنه برضو، طبعا مش عارفه من الجبنه من مش الجبنه، بس يعني كله في منتهى الجمال بصراحه. وطبعا هي مش متكلفه اي حاجه، وتعتبر من الاكلات البسيطه قوي اللي احنا ممكن نعملها في اي وقت، ومش هتكلفنا حاجه. كيلو بطاطس على يعني بتهيألي المكونات بتاعتها لا تذكر، يعني حاجات كلها بسيطه قوي. وهنشوف الفيديو ونعرف مكوناتها ايه. ويا رب تعجبنا ونجربنا. والسلام عليكم.